كيلو الكفته ده ب 800 جنيه، وده يعتبر سعر كويس بالنسبه لاسعار الكبابجيه اللي في السوق، وكمان كويس بالنسبه لاسعار نفس المطعم. هو كبابجي البسيوني في بورسعيد، لان كيلو الكفته الضاني عنده تقريبا 1100 جنيه. لكن هو عامل مشاوي بتلو جديده اسعارها ارخص من الضاني بشويه حلوين، وكمان للي ما بيحبش الضاني. ده ربع كفته بتلو ب 200 جنيه. الاكل جاي سخن، فالكفته لسه طريه ومحتفظه بالعصاره بتاعتها، طعمها حلو جدا. وده ربع طرب ب 225. طرب الضاني عنده هتلاقي الربع ب 300. حلو الطرب، في حته المنديل فيها سميك شويه، لكن انا بحب المنديل الرفيع طبعا. باقي القطع المنديل فيها كويس، طبق رقيقه طعمه حلو. ده ربع ستيك ب 280 جنيه. لحمه حلوه فيها شطه بسيطه كده وانت بتقطعها، لكن ما بتضايقش، مش اللحمه اللي بتشد قوي يعني، طعمها حلو. دي قطعيه انتركوت، ودي تعتبر احلى واحده فيهم، وخصوصا للي ما بيحبش الضاني خالص، لا من قريب ولا من بعيد هتعجبه قوي. واخر حاجه رغيف حواوشي ب 90 جنيه، والرغيف الضاني من الحواوشي بيبقى ب 135، ففي فرق سعر كويس. كميه حشو حلوه، لحمه نظيفه وطعم هادي، بس في سن الطعم ضاني كده، للي ما بيحبش الضاني خالص زي ما قلت حتى، ولا الطعم الخفيف ممكن ما تعجبوش. واعتقد حتى الكفته والطربه برضه هتلاقي فيهم سن الضاني خفيفه قوي، غالبا فرمه اللحمه اخده ممكن سنه ليا او حاجه زي كده مش عارف، بس بشكل عام لحمه نظيفه وتيست حلو. لكن انا بفضل الضاني من عنده اقوى بكتير طبعا، لكن ده هيبقى اختيار حلو لحاجتين، السعر واللي كمان ما بيحبش اللحمه الضاني. وعلى فكره المشاوي الضاني من عنده طعم الضاني فيها مش طاغي قوي اللي هو يضايق يعني، بس كل واحد طبعا ايه وذوقه. وكل صنف بيجي معاه العيش اللي بالليه، وفي عيش مفتوح كده وفاتح الرغيف اتنين، ومديله تحميصه حلوه على الفحم كده، ففي تحميصه وقرمشه طعمه خطير بصراحه. والسلطات عنده زي ما قلت قبل كده في المرتين اللي فاتوا ولا غلطه، طحينه وبابا غنوج تحفه. بس دي كانت تجربه المشويات البتلو من عند البسيوني. سلام.